أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي نستغفر الله لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. صلى الله على النبي محمد خير الورى خاتم رسل شافع الأنام بدر التمام نور تجلى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى وعلى آله وصحبه ذوي التقى. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا لهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
المذل
ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني أتقرب إليك بصلاتي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك واجعلني من عبادك الصالحين ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهه عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب غفلتي عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ذكرته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلهي بجاه النبي كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك وبشر الذي بينك وبينه. أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف
سمعي معه بالذي الخطاب وهيئتي للتعقيم وأيدي لقسمته واجعل صلواتي عليه نورا ناهرا كاملا مكملا طاهرا مطهرا مائيا كل ظلم وظلمة وشرك وكفر وزور ووجر وجرى سببا للتمحيص ومكا لأنال بها على مقام إخلاص وتخصيص حتى لا يبقى في ربانية لغيرك وحتى أصلح لحضرتك وأكون من أهل خصوصيتك مستمسكا بآدابه وسنته صلى الله عليه وسلم مستمدا من عصرته العالية في كل وقت وحين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا حق يا مبين يا حق يا مبين وصلى الله على سيدنا